السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في قناة فهميديا 14. النهاردة عايزين ندردش كده عن منتخب مصر ومشوار منتخب مصر مع حسام حسن. نعمل كشف حساب كده قبل بطولة أفريقيا. إن شاء الله هيبقى عندنا حلقات لبطولة أفريقيا مع بعض نحلل فيها ماتشات المنتخب. بداية عايزين ندي رسالة كده للكابتن حسام حسن. رسالة محتواها ان احنا مش كل النقد بيبقى مغرض او الهدف منه ان هو نيل من الكابتن حسام. الكابتن حسام على طول بياخد المواضيع بشكل شخصي، لكن في حاجات واضحة جدا، اخطاء محتاجين نشتغل عليها ونتكلم فيها، ننصح بيها كابتن حسام انها لازم نتفاداها قبل ماتشات قوية في مباراة كأس الأمم، وممكن تكلفنا ان احنا نخرج من البطولة بشكل مبكر وكلنا هنخسر من اولنا كابتن حسام. وبعدين احنا هدفنا نجاح كابتن حسام حسن هو نجاح المنتخب، فمش عايزين ضرر لكابتن حسام ابدا. يعني الفكرة ان كابتن حسام بيلعب في مراكز اللعيبة، دي اول حاجة. وبداية من ساعة ما كابتن حسام جه عنده مشكلة من انه يلعب باتنين مساكين صريحين. يعني هو مش واضح ان هو مش مقتنع بالطريقة دي. بداية كان بيلعب بيها بشكل اتنين، واحد منهم مساك والتاني ديفندر بيخش مع فرقة في نص الملعب، وكانت ارحم شوية من ان احنا نلعب باتنين مساكين مش مساكين اصلا، اللي هم الباك اليمين والباك الشمال بتوعنا بنلعبهم اتنين مساكين. ففي الاول كان بيلعبها بان هو بيحط مثلا رامي ربيعة ومعاه مثلا لعيب من نص الملعب زي حمدي فتحي. بعد كده لقى انها ممكن فيها مساحات كبيرة، فبقى يدعمها بواحد تالت، فقلنا ماشي تمام، واحد تالت بيلعب برجله الشمال على اساس انه يقدر ينقل للباك ليفت، واللعيب النص الملعب اللي هو حمدي فتحي كان بيلعب مساك وبيتقدم بنص الملعب. هو عايز يعمل زيادة عادية واحنا فاهمين الهدف من ده، بس لازم برضو نأمن نفسنا دفاعيا. هو كان بيعتمد على ان هو بيستف كل اللعيبة النجوم اللي عنده قدام، زي ان هو بيلعب بصلاح وزيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد مثلا على سبيل المثال، كلهم مع بعض، وساعات كان بيزود مرموش، ويلعب ضغط عالي على الفرقة اللي قدامه بحيث ان يبقوا الاتنين تميتين بتوع تريزيجيه وزيزو، وقدامه صلاح ومرموش، وقدامه مصطفى محمد، ويحاول يضغط الفرقة اللي قدامه. كانت بتنفع مع الفرقة الصغيرة اللي كانت معانا في التصفيات، ما بيعرفوش يطلعوا من الضغط ده، فانت بتستغلها وبتحرز اهداف. لكن لو هتلعب بفرق مع فرق اكبر شوية، ودينا شفناها في ماتش اوزبكستان، هيبقى صعب، الموضوع هيبقى صعب جدا. الفرق دي هتعرف تطلع منك من الضغط العالي اللي انت عامله، وهيبقى عندك طبعا مساحات فارغة في الدفاع ورا، خصوصا انت بتلعب لعيبة مش في اماكنها. وشفنا الاخطاء دي مثلا محمد هاني، من عند محمد هاني اصلا باك يمين، مش جيد جدا في الناحيه الدفاعيه خالص، فان انت بتلعبه مساك كمان، فانت كده بتزود اللود عليه وبتظهر مشاكله اكتر منه لما بيلعب باك يمين. نفس الكلام محمد حمدي، هو باك ليفت كويس وكل حاجه، ويقدر يلعب الباك ليفت بشكل جيد. اخطائهم كدفاعيا مش كبيره، لكن انت لما تلعبه مساك طبعا هتخليه يأدي في مكان مش مكانه، هو مش متعود عليه اصلا. وانت كنت بتعترض يا كابتن حسام ان المعسكرات مش كبيره، فما ينفعش في معسكر صغير يومين ثلاثه تغير لحد مركزه وتقدر تخليه يحفظ المركز ده بشكل كويس. فدي يا ريت نتفاداها. احنا عندنا مساكين طبعا مش احسن حاجه، بس مش لدرجه ان احنا نلعب بلعيبه مش مساكين في منطقه
المساكين. احنا عندنا على سبيل المثال المفروض الأربعة الخمسة اللي يبقوا عندك يبقوا حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل من الزمالك، وتضيف عليهم محمد عبد المنعم لو رجع إن شاء الله. وعندك ربيعة ممكن يبقى الاحتياطي بتاعهم كمان مش الأساسي، وهو للأسف هو ده اللعيب الوحيد اللي بيلعب أساسي فيهم. أنا شايف التلاتة التانيين هم دول اللي يبقوا أساسيين، اتنين منهم، ويبقى رامي ربيعة معاهم على الدكة. دي منطقة المساكين خلاص اتكلمنا فيها، ان احنا لازم نلعب اتنين مساكين صراحة عاديين بيلعبوا في أماكنهم، ويبقوا من خلال الأربع أسامي اللي احنا اتكلمنا فيها. طبعا باك ليفت عندك محمد حمدي وفتوح. أحمد حمدي طبعا كويس وهو اللي بيلعب أساسي الفترة اللي فاتت كلها، لكن في حالة تألق فتوح الفترة اللي فاتت دي أعتقد إن فتوح لازم يبقى هو الباك ليفت الأساسي لمنتخب مصر. الناحية اليمين عندك ده كان محمد هاني، عندك كريم فؤاد برضه من الأهلي، بدأ يدخله كابتن حلمي طولان في المنتخب التاني. أنا رأيي إن أنت تستعين بيه وتجيبه في المنتخب الأول ويلعب على عدلته في الباك اليمين. وعندك ممكن برضو أحمد عيد وكريم العراقي من النادي المصري، دول الأربعة اللي ممكن تاخد منهم اتنين يبقوا الباك اليمين الأساسي للمنتخب المصري. عندك في الديفندر طبعا أسماء كويسة، عندك مروان عطية ده من لا خلاف عليه، انت كابتن حسام متمسك بيه وهو فعلا يستحق يبقى هو رقم 6 الأساسي للمنتخب. هتضيف عليه يساعده دونجا، وممكن غنام محمد اللي بيلعب مع المنتخب التاني مع حلمي طولان برضو، انا شايفه من اللعيبة الممتازة في المركز 6 في مصر، فهم دول احسن 3 تفكر فيهم. ومعهم اسف برضو مهند لاشين طبعا. الاربعة دول 3 منهم يبقوا موجودين معاك كافيين جدا للمركز ده. عندك التمانيات بقى في لعيبة كتير زي ما انت بتعمل، بتزود زيزو وتريزيجيه، بس في حالة ان انت هتزود واحد من دول يبقى واحد فقط يا كابتن حسام، ما يبقاش الاتنين. يعني ما ينفعش يبقى الاتنين تمانية بتوعك زيزو وتريزيجيه، لان هم اصلا ده مش مكانهم، هم ممكن يأدوا فيه لكن ده مش مكانهم الاساسي. انت طبعا هتنتظر ان شاء الله امام عاشور يرجع الفترة الجاية يفيدك قوي في المكان ده، ومحمد شحاتة من الزمالك، دول هيبقوا افضل تمانيتين يلعبوا مع لو هتضيف لهم تريزيجيه والرقم 6 اللي موجود في اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. الوينجات طبعا عندك صلاح وزيزو في الناحية اليمين، اكيد زيزو هو حل كويس، لكن طبعا في وجود صلاح هيبقى وجود زيزو كأساسي صعب جدا. ومش لازم نلعب كل النجوم اللي عندنا، يعني مش عشان احنا عندنا نجوم في امريكا يعني في الاجنحة فهنلعب كل الاجنحة عندنا في الملعب، الموضوع يبقى صعب جدا طبعا. فانت عندك هنا صلاح افضل خيار، والناحية التانية رأيي ان انت تلعب بمرموش وتستفيد بتريزيجيه في نص الملعب مع شحاتة او امام عاشور ووراهم مروان عطية. للمهاجم احنا ما عندناش غير مصطفى محمد، خلينا صريحين، المهاجم الوحيد الصريح اللي تقدر تعتمد عليه في مصر هو مصطفى محمد. المهاجمين يعني أسامة فيصل ما ينفعش يبقى المهاجم الأساسي للمنتخب، صلاح محسن ممكن يبقى البديل، أسامة فيصل يبقى البودلة، لكن المهاجم الأساسي وتركز عليه هو مصطفى محمد. في حالة إن أنت عايز تبدل مصطفى، أنا رأيي زق عمر مرموش في الهجوم ولعب وينج من الوينجات اللي عندك بقى. أنت عندك تريزيجيه ممكن هو اللي يبقى الوينج الشمال، الوينج الشمال وترجع عمر مرموش مكان مصطفى محمد في الهجوم. في حالة ان انت عايز تغير في الناحية الهجومية، عايز تزودهم برضو 2 يبقى عمر مرموش ومصطفى محمد، نخلي أسامة فيصل وصلاح محسن آخر خيار، لأن مش هما دول أفضل حل ان انت تلعب بيهم. زود بقى في الأجنحة زي ما انت عايز ساعة لما تبقى عايز تزود الناحية الهجومية بتاعتك، وتعتمد على مصطفى محمد وعمر مرموش.
دي كانت نصائح بسيطة لكابتن حسام للأخطاء اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت، اللي بتكلفنا إن احنا ممكن نخرج بشكل مش كويس من بطولة أفريقيا. لازم نأمن نفسنا بشكل دفاعي بشكل كويس، ونحط اللعيبة في أماكنها، ما نزودش أجنحة خلاص عشان يبقى كل النجوم عندنا في قلب الملعب. والفكرة اللي لعبنا بيها في التصفيات أنا بحذر لو كملنا بيها بنسبة كبيرة هيحصل فينا زي ما حصل في ماتش أوزبكستان. الفرق الكبيرة بتعرف تطلع من الضغط اللي انت عامله، والناحية الدفاعية بتاعتنا بتبقى شكلها مش كويس، وتقدر يضربك بشكل سهل جدا. ان شاء الله نتغاضى عن المشاكل دي الفترة الجاية، ونقدر نظهر بشكل كويس في كأس الأمم ان شاء الله. دي كانت حلقة كشف حساب لمنتخب مصر الفترة اللي فاتت. ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى في ماتشات كأس الأمم، هنعمل حلقات للبطولة كاملة ان شاء الله نتكلم فيها عن منتخب مصر. شكرا، السلام عليكم.